عاملين اللهم ايه صل يا احلى وسلم متابعين وبارك في عليك يا الدنيا؟ مساء حبيبي يا الفل رسول الله. لو مش والياسمين عارفة على تعملي عيونكم أكل ايه الحلوين. الوصفة دي ليكي، يلا بينا نسمي بالله وأهم حاجة نصلي على النبي. طبعا جبت حلة، ضفت فيها معلقة من السمنة وفصين من الثوم، وبعد كده هنزل بقى ببصلاية متقطعة قطع صغيرة وقرن شطة. طبعا هنعمل خضار سوتيه، مش هتوقفك نص ساعة في المطبخ بجد. الوصفة سهلة وبسيطة، وولادنا أصلا بتبقى مش عارفة تأكليهم ايه وهم راجعين من المدرسة متأخرين، لا عبال ما يغيروا هتكون الأكلة خلصت معاكي. وهنا بقى نزلت بورقتين من ورق الغار. ممكن الوصفة دي تتعمل بلحمة مكعبات، قطع لحمة مكعبات أو لحمة مفرومة الموجود عندك ضيفيه. وهنا بقى نزلت باللحمة، قطع اللحمة المكعبات هشوحها كويس جدا. بعد كده بقى هنزل بالميكس الخضار مع بعضه. هنزل بقى كده نزلت بالكوسة، وبعد كده بقى هضيف البسلة والجزر. احلى حاجة في الوصفة اللي هي فيها ما شاء الله كمية خضار محترمة، يعني ولادك حتى لو ما بياكلوش اكتر الخضار مش هيبان في التولي وهياكلوا كل حاجة. وهنا بقى دي ارنبيطة انا بفرزها في الفريزر، بس يعني بخليها للتورلي او الخضار سوتيه. مش بعمل بيها غير الحاجات دي، بتبقى حلوة قوي. ممكن تضيفيها برضو لو مش عندك، مفيش اي مشكلة. ونزلت كده بقى ببطاطستين متقطعين مكعبات، وبعد كده بقى طماطميتين برضو متقطعين مكعبات. وهشوح بقى ميكس الخضار كله مع بعضه كده. بجد كانت ريحته حلوة قوي. بعد كده التوابل بتاعتي، معلقة من الملح، معلقة من الفلفل، معلقة من السبع بهارات، سموها سوتيه. وهنا بقى الوصفة خلصت معايا وما شاء الله سبتها اللي هي تستوي كويس جدا. وهنا بقى غرفتها. طبعا قطع اللحمة فيها بتاخديها على بق واحد. بجد كانت حلوة قوي وبسيطة وسهلة. ويا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو حتى لو بمعلومة بسيطة. ما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان ينزل لكم كل جديد من فيديوهاتي. احلى متابعين في الدنيا. اشوفكم على خير في فيديو جديد. بجد وصفة لو عملتيها مش هتاخد منك اكتر من ربع ساعة او نص ساعة بالكتير.